فيا عباد الله انظروا لكم مخرجا عند الله. المغالطة سهلة والحيل سهلة عند من لا يخاف الله ولا يراقب الله، بل ربما وجدها كشرب الرحيق عندما يتعامل بهذه المعاملات. وظلم ذوي القربى أشد مضرة على المرء من وقع الحساب المهند. ما وجد هؤلاء الفجرة إلا أن يظلموا أقاربهم من النساء، أن يظلم بنته، أخته، أمه، إلى آخره. ما وجدوا إلا هذا الصنف يظلمونه. احذروا الظلم. قد قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وما يكون ظلمات إلا بسبب حقوق العباد، فجعلها عقوبة لإهانة من أهان الضعيف. فالنساء من الضعفاء، فيسهل على لئام الرجال أن يستهينوا بهن وبحقوقهن، وأن يلعبوا عليهن، وأن يعبثوا بحقوقهن. إن أقمت العدل أقام الله حياتك وأصلح الله أحوالك. إن رحمت المسكينة رحمك أرحم الراحمين. وإن احتلت عليها فالله غيور على حقوق عباده في الدنيا والآخرة. أين يذهب هذا الصنف؟ إلى من يرتجع، بمن يستغيث، وبمن يحتمي إذا جاءت عقوبة الله. وأما يوم القيامة ففضائح القيامة معروفة، وهي الفضائح الكبرى، وهو الخزي الأعظم. وفي ذلك اليوم يقيم الله عدله ويحكم بحكمه حتى بين الحيوانات، حتى بين العجماوات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحى من الشاة قرنا تنطحها، من الشاة قرنا تنطحها، من الشاة قرنا تنطحها.